تقريبا كده من عمر 9 سنوات الى 14 سنه فيما فوق شويه. الطفل في المرحله دي بيبقى متعلق جدا 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 باصدقائه او بصحابه او بزمايله او في نطاق المكان اللي هو عايش فيه. تلاقي عنده صحاب كده ومتعلق بيهم جدا وعايز يخرج معاهم وعايز يقعد معاهم فترات طويله اكتر من المنزل. المطلوب منك بقى كأب انك ما تجيش في اللحظه دي تبدا تضغط على الطفل، تهينه، تضربه، يعني تقلل من شأنه. لان الطفل في اللحظه دي اول حاجه هيفكر فيها هيتجه للاطفال دول، سواء كانوا كويسين او وحشين، ويبدا يتعامل معهم كانهم مكانه البيت. فالمطلوب منك انك ما تجيش على اصحابه. يعني انت ممكن توجهه تقول له لا بلاش ده، وبدون ضغط وبدون اهانه. او خلي بالك ده سلوكه مش كويس، خلي بالك ده ممكن نبتعد عنه او نقرب من حد تاني، خلي بالك. لكن دايما ما تحطش نفسك في مقارنه مع اصحابه، لان للاسف في المرحله دي بتاع المراهقه دي دايما فكره الصحاب هتكسب. لان هم بالنسبه له لا هم دول يعني اصدقائه الطفوله. فكره قصد المراهقه اسف. عايز يقعد معاهم فتره اطول. دول بيحقق معاهم، شايف ان هو بيشوف نفسه وقيمته بتعلى وسطهم اكتر من المنزل. لان في المنزل دايما لو ما بقتش تصاحبه في المرحله دي انت هتعامله بفكره الطفوله ان هو لسه طفل، هيحس ان هو قيمته قلت فبالتالي هيبص بره. فصاحبه من المرحله دي كويس جدا، ودايما ما تحطش نفسك في مقارنه مع اصدقائه عشان الموضوع يتحسن او تبقى علاقتك بيه افضل.